السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله معانا أكلة جميلة جدا، أكلة مصرية أصيلة، ولكن بقى من غير تسبيك ومن غير صلصة. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ بالصوص الخطير ده من غير ولا نقطة صلصة. تمام، يعني اللي هي البطاطس البيضة اللي بتبقى بيضة من غير صلصة بالفراخ. اول حاجة بجيب طاسة كده بحطها على النار واحط فيها معلقتين كده من السمنة البلدي. تمام، يسخن بس شوية، وبعدين هبدأ على طول انزل بالفراخ بتاعتي اللي انا اوريدي اصلا غسلاها ونقعاها ومظبطاها كويس جدا جدا جدا، عشان انا عايزة اشوح الفراخ بتاعتي تشويح ممتاز في الطاسة. عايزة اشوحها تاخد لون من الجنبين وتاخد طعم وريحة السمنة، بجد بتبقى حلوة جدا جدا جدا. اتمنى تجربوا الطريقة دي كده بالتفاصيل زي ما بقولها، باذن الله هتعجبكم جدا خالص يعني. دلوقتي خلاص نزلنا بالفراخ في السمنة السخنة على النار، وبعد كده هنبدأ ان احنا نشوح فيها الفراخ بتاعتي. انا لما بغسلها يعني بنقعها وبغسلها كويس جدا جدا مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بحط عليها الدقيق والملح والخل والليمون، وابدأ ان انا ادعك فيها وادلكها، بتبقى بيضة قشطة ما فيهاش ريحة زفارة نهائيا. وبعد كده بعمل لها بصلاية وفلفل وبصل بس كده. عايزة تحطي توابل فراخ اوكي، مش عايزة تحطي تمام. وبعدين ببدأ اخلط كل الكلام الجميل ده مع بعض واتبل بيه الفراخ واشيلها في الفريزر متبلة. الخطوة دي بتخلي ريحة الفراخ معانا بجد في حتة تانية خالص. الريحة بتبقى حلوة جدا جدا جدا، والفراخ فعلا وانتي بتعمليها لو هتعملي لها شوربة مثلا او حاجة ما بيبقاش فيها ريحة زفارة نهائيا. هنا اهو سيبناها تتشوح حلوة قوي قوي من الجنبين، وهبدأ ان انا خلاص كده هطفي عليها النار، وهبدأ ان انا اكمل بقية الصينية. هجيب هنا معايا كده بصلاية حلوة متوسطة او بصلتين صغيرين، اقطعهم على ايدي عادي مش شرط بالكبة، وطماطمايه كبيرة او طماطمتين صغيرين كده اقطعهم تقطيعة السلطة. يعني معايا البصل والطماطم هنا متقطعين تقطيعة السلطة مش جوليان، مكعبات صغيرة. خلاص، عندك فلفل اخضر حطي، ما عندكيش مفيش اي مشكلة، بس أنا الفلفل الاخضر الصراحة بيضيف، ولكن انا هنا ما كانش عندي. بجيب بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها الاكله بتاعتنا. انا بحب قوي قوي الحاجات اللي بتدخل الفرن او بتدخل يعني ان هي تستوي منها فيها الالومنيا، بجد بتبقى خطيره جدا اللهم بارك، وبتسوي الاكل وبتديله سبحان الله طعم تاني. هنا جبنا البطاطس طبعا غسلينها ومقطعينها وزي الفل، هنحط عليها بقى الطماطم والبصل. هبدا احط البهارات بتاعتي قبل ما اقلب. بحط كده فلفل اسود، توابل حلوه كده من الفراخ، رشه من الكمون، ورشه من مثلا عندك مثلا 7 بهارات حطي، وبعد كده توم باودر حاجه بسيطه خالص، توم باودر لان احنا ما حطيناش توم. وبعد كده بتملحيها بكميه الملح بتاعتك وشويه كده زيت او سمنه على الوش، ونبدا نخلط الكلام ده كله بايدينا، الطماطم مع البصل، وبعد كده اخلطهم كلهم مع البطاطس. عايزين البطاطس معانا تتبل وتبقى خطيره، عايزينها تبقى كلها واخده من طعم بعض. خلاص كده، اهم حاجه الخطوه دي ان انت تدعكي كده التوابل في كل الخلطه الجميله اللي احنا عاملينها بالبطاطس، هتديها طبعا نكهه وتست عالي جدا 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 في الصينيه بتاعتك في الاخر. وبعد كده بجيب بقى الفراخ بتاعتي. انا عايزه طبعا الفراخ مش مستويه، هي بس متشوحه، فانا عايزه الفراخ هي اللي تستوي لان البطاطس مش بتاخد وقت قوي يعني، فالفراخ هتاخد وقت اطول. فهبدا ان انا اوسع كده للبطاطس شويه، ما اخليهاش هي على الارضيه عشان ما تتهريش مني، وهحط الفراخ هي على يعني هي اللي على ارضيه الصينيه على طول. تمام، بوسع كده البطاطس واحطها على الوش حتى تاخد من النكهه ويدوا بعض وياخدوا ويدوا من الريحه كده والطعم من بعض. ببدأ ان انا اوسع كده الخلطة الجميلة بتاعتنا واحط الفراخ. دي خطوات مهمة جدا جدا جدا. حتى هنا في الطاسة اللي انا كنت بحمر فيها كان باقي كده معلقتين من السمنة، انا حطيتهم عليهم خلاص كده. وهبدأ ان انا احط الفراخ هي في ارض الطاسة او في الصينية يعني، والبطاطس هي اللي على الوش. دي خطوة مهمة جدا جدا علشان البطاطس ما بتاخدش سوا جامد قوي قوي يعني زي الفراخ. خلاص، والفراخ برضو ما بتاخدش سوا، هي ماكسيمم نص ساعة هتكون معاكي استوت وزي الفل ان شاء الله طالما الفراخ بيضة يعني. هنا خلاص انا ابتديت احطها على النار، طبعا هي بتستوي سوا كامل على النار، وبعد كده بدخلها في الفرن او الاير فراير زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله.
انا هنا بس مجرد بس ان انا ايه احط نص كوبايه كده بس من الميه، لان احنا بنحب يبقى فيها صوص شويه. انت عايزه تحطي نص كوبايه ماشي، عايزه تحطي كوبايه ماشي. انا مش بحبها ناشفه، انا بحبها ليها صوص شويه. وما تنسيش كمان ان الفراخ نفسها هتنزل من الصوص بتاعها وهتنزل الشوربه بتاعتها كلها في قلب الفراخ. وطبعا بتجيبي غطا او حاجه اكبر من حجم الصينيه بتاعتك او الطاسه وبتغطيها بيها. خلاص كده. هنا بس انا بوريكم بعد ما كانت عدى مثلا عليها ربع ساعه ولا حاجه، او مثلا 10 دقايق او 12 دقيقه، بوريكم الشكل. بدات البطاطس تاخد في السوا والفراخ بدات تنزل كل ميتها. حلو كده. والفراخ على فكره في الاكله دي بتبقى جوسي جدا، لانها في قلب الميه او الشوربه او الخلطه الجميله اللي احنا عاملينها، فبتبقى ليها طعم وتست تاني خالص. هنا بعد مرور بالظبط ربع ساعه برضو بوريكم شكلها بيوصل عامل ازاي، والبطاطس اللي فوق بتستوي زيها زي اللي تحت، وكله بيبقى ممتاز طالما انت مغطيه وكله على النار. مجرد ما تبدا ان هي تغلي وتبقبق كده معانا، هبدا ان انا اغطي عليها واوطي النار خالص. وطي النار بتاعتك شمعه وسيبيها تستوي على مهلها خالص. انا حتى هنا نقلتها على عين تانية صغيره وسبتها تستوي على مهلها خالص. هنا خلاص كان عدى النص ساعه والبطاطس معايا استوت وزي الفل، واللحمه والفراخ كمان يعني استوت. هبدا ان انا بقى ايه، انا عايزه ادخلها الفرن، فعايزاها تاخد وش حلو جدا وتعملي طبقه كده من على الوش خطيره. فهبدا ان انا احط الفراخ بتاعتي هي اللي على الوش. هطلع بقى تاني الفراخ على الوش، خلاص هي استوت وسوت معانا البطاطس وما اتهرتش وكانت زي الفل. وطبعا انت ممكن تعملي اختبار بقى تيست كده بسيط، محتاجه ملح تزودي في الخطوه دي قبل ما تدخليها الفرن. خلاص هو ده كده شكل الصينيه معانا قبل ما تدخل الفرن او قبل ما تدخل الاير فراير. طبعا هي مش هتدخل فرن من تحت، هي هتدخل تحت الشوايه بس. وانتي في الوقت ده بقى تبداي تظبطي الملح بتاعك والتوابل على حسب رغبتك. يعني انتي لو حاسه ان في تابل ممكن يزيد تمام، حاسه ان هو تمام كده خلاص، يعني براحتك تظبطي ملحك وتظبطي كل حاجه. هنا عشان وش الفراخ ياخد لون حلو قوي كده، بدات ان انا اجيب صوص، يعني نقطه كده صغيره من صوص التكساس على نقطه من صوص الباربيكيو. بدات ان انا احطهم على وش الفراخ من فوق وادلج بيها الفراخ كويس قوي قوي بالفرشه. وحتى هاخد كمان من ميه الصوص اللي نازل من البطاطس واحطه على الوش فوق بتاع الفراخ كمان. خلاص. وبعد كده هبدا ان انا على طول بعد ما خلصت الخطوه دي ابدا ان انا ادخله على الاير فراير على طول، او الفرن عندك ياخد وش. انا هنا دخلتها الاير فراير عندي، بحب اسوي فيها الحاجه او ان انا اخد الوش بتاعي الصينيه مثلا او الطاسه بتاعتي في الاخر في الاير فراير. الصراحه مش بحب احطها في الفرن. خدت اللون التحفه القمر اللهم بارك ده، بقت تحفه وخطيره جدا. شوفوا حتى طبقه البطاطس من فوق خدت التشميعه الجميله جدا جدا، اللهم بارك، كانت خطيره. اتمنى تجربوها بكل الطريق، يعني بكل الخطوات كده، باذن الله تطلع معاكم ممتازه جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسونيش في السبسكرايب او الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش في الكومنتات الجميله، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.